حبايبي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني قوي. انا الفيديو بقى طالعه لكم النهارده مخصوص كده. مش بصراحه الفيديو ده انا مش طالعه عشان اقدم فيه وصفه ولا او ممكن ما اكونش هقدم فيه حاجه اضيف لكم فيها جديد. بس بصراحه انتوا حشتوني وانا حبيت ان انا اطلع لكم من خلال الفيديو ده واتكلم معاكم، اتكلم مع اخواتي مع حبايبي مع عيلتي الصغيره اللي ان شاء الله هكبر بيها ونكبر مع بعض بامر الله. اولا انا طبعا بدأت يومي النهاردة كده زي ما انتوا شايفين. عندي شوية حاجات كده قلت اغسلها، فرش المطبخ. طبعا انا مش هعمل وصفة، بس هعمل حاجة بسيطة كده. والنهاردة هنخرج مع بعض برضو هشارككم في الفيديو الخروجة بتاعتي انا وولادي. بس قلت اغسل الاول فرش المطبخ ده واتكلم معاكم. بس بفكرك لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. نفسي القناه تكبر وان شاء الله طول ما احنا مع بعض هنكون الافضل ان شاء الله القناه تكبر بيكم. ولو انت معايا مشتركه في القناه او متابعاني يا ريت متنسيش اللايك ومتنسيش كومنت كويس كده حلو كده يدعمني ويديني كده حافز ان انا اكمل معاكم واقدم لكم كل جديد. طبعا عايزه اقول لكم ان انا عندي مشكله طبعا كبيره قوي وجامده عليا بصراحه ونفسيتي تعبانه. وبصراحه انا عملت الفيديو ده عشان اتكلم معاكم، عشان عايزه اطلع لكم، عايزه افضفض. وفي نفس الوقت عايزه انصح اي حد لو عنده مشكله متضايقه من حاجه، حد إيه حطك في كرب، حطك في هم، لا قدر الله. عايزه اقولك ان انتي ما تستسلميش، ما تسيبيش نفسك للدنيا. طبعا انا هنا كان ولادي جم من المدرسه وقالوا لي عايزين ناكل، قلت اعمل لهم سندوتشات على بال ما نخرج لان احنا هنتعشى بره. فطبعا عايزه اقولك ان انتي ما تسيبيش نفسك للهم وتستسلمي، لان لو انتي سبتي نفسك للهم او لاي مشكله واستسلمتي هتكوني ضعيفه جدا. و... وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك مش عارفه تسيطري، هتتعبي. لو عندك اولاد هيضيعوا منك، فبصي لولادك، بصي للي حواليك اللي بيحبوكي. اي حاجه تانية ارميها ورا ظهرك وما تفكريش في اي حاجه. اول حاجه عايزاكي ان انتي تقوي ايمانك بالله عز وجل. الجئي لربنا سبحانه وتعالى، قربي من ربنا، عليكي بقراءه القران، عليكي بالعباده، الصلاه في وقتها، النوافل، الدعاء، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزه اقولك ان انتي انتي نجفة البيت، سواء او بنوته. اي حد ايا كان او حتى راجل، اي حد عنده مشكلة يا جماعة ما يستسلمش وما يسيبش نفسه للهم ياكله ويقتله. ما فيش حد بينفع حد وما فيش حد بيبكي على حد. ولو حد تعبان صدقوني والله، يعني ما فيش حد بيحس بتعب حد، انتي بتتألمي او انت اللي بتتألم. عايزة اقول لكم الخروج من اي ازمة فعلا بجد بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا عايزه اقول لكم ان فعلا انا عندي مشكله بقالي فتره طويله بحاول اتغلب عليها. بس انا فعلا خرجت منها بعون الله عز وجل، بالقرب من الله، بولادي حبايبي اللي هم ربنا يبارك لي فيهم ويبارك في اولادكم يا رب. خرجوني من ازمتي. بص انا كنت جايبه بنتي، بعتها تجيب الكابوتش على اساس انها كابوتش عشان احط لهم في الماك. راحت جايبه بداله كرومب. المهم عملت لهم السندوتشات دول، جم من المدرسه جعانين، كان اول يوم في الدراسه، وقالوا لي على بال ما نخرج عشان انا كنت موعدهم نتعشى بره. لان هم فعلا قالوا لي يا ماما احنا عايزين نخرجك من اللي انت فيه. فعلا خرجوني. وعرفوا ازاي يخرجوني، مش خرجوني بالخروجه، لا خرجوني بحبهم ليا ولمتهم حواليا ودعمهم ليا واحفادي حبايب قلبي. لوسيندا اللي بتجري زي ما انتم شايفينها قدامكم دي، ورميساء، ولادي الكبار ربنا يبارك فيهم بالدنيا كلها وما فيها والله. قالوا لي يلا يا ماما كده اخرجي. عايزه اقولك لو متضايقه مخنوقه عندك اي مشكله اخرجي اخرجي. مش شرط ان انت تروحي في مكان غالي ان انت تكلفي نفسك. ممكن تخرجي تقعدي في جنينه لوحدك او معاكي حد بتحبيه. ممكن تروحي تقعدي على البحر ان شاء الله لو على سور البحر. اخرجي اتفرجي على المحلات، جددي من نفسك، روحي الكوافير، اقرأي كتاب الله، اتفرجي على اي حاجه بتحبيها. اخرجي من اللي انت فيه واطلعي. حاولي ان انت تطلعي من اي هم، الهم بيقتل
والتفكير بيقتل وبيمرض الجسم فعلا. عايزه اقولك انت نجفة البيت، انت كل حاجه لولادك. لو انت هتقعي فعلا انت عمود من عمدان البيت، الام فعلا عمود. لو الام وقعت فعلا البيت كله بينهدم. انت اللي صلبه وانت اللي شايله وانت اللي بتدي القوه للي حواليكي. عندك اولادك الصغيرين محتاجينك. لو انت عندك هم، مفيش حد هينفعك. متفكرش في حد غير ان انت اهم حاجة ازاي انت ترجي ربنا او ترجي ربنا عز وجل. ثم اي حاجة تانية ربنا هو مدبر الامر. طبعا انا هنا كنت انا وولادي وربنا يجمعنا دايما يا رب على الخير. ودايما ولادي يكونوا حواليا، ولادكم يكونوا حواليكم، ومحدش يتحرم ابدا ابدا يا رب من ولاده ولا من حبايبه. اللي يستنى يستنى، اللي بيحبك يستنى، اللي ما يحبكش بالسلامة بالسلامة. اي حد اللي ما يبقاش عليكي ما تبقيش عليه. اللي يحبك حبيه. حبي نفسك الاول، حبي ولادك، بعد كده فكري في اي حد تاني او اي حاجة تانية. مفيش حاجة تستاهل زعلك. عايزة اقولك حاولي ان انت تجددي من نفسك. لو انت شايفة نفسك تعبانة دوري على اي حاجة تعباكي روحي عالجيها. ما تستسلميش للمرض، ما تستسلميش للحزن، ما تستسلميش للهم. ما تخليش حاجة تغلبك، ما تخليش حاجة تتقوى عليكي. دايما تكوني قوية. وزي ما قلت في البداية، البني آدم بيقوى بإيمانه بالله عز وجل، ان ربنا هو الخالق المدبر، هو صاحب الأمر كله سبحانه وتعالى. عليكي بقراءة القرآن والذكر والصلاة. عليكي بان انتي دايما تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الرسول بتفك الكروب، بتبعد الهموم، بتفتح أبواب الخير كلها والله. حقيقي الدعاء بيرفع البلاء وبيغير القدر. والقدر طبعا احنا مؤمنين بنؤمن بالقدر خير وشر. احنا هنا بقى كنا خلاص خارجين بقى، طبعا بنلم بعض. ولاد كانوا في الكيدز بقى، بعت كده اخواتهم الكبار يجيبوهم. وكنا خارجين خلاص هنطلع من المكان دوا وقالوا بقى يلا بقى نروح نقعدوا كده على البحر، نودعوا البحر عشان اللي عايز يركب بيجي باجي او يقعد يشم كده ريحة الهواء الجميلة بتاعة البحر النقية. وان انا برضو قاعد في مكان كده طبيعي. فعلا الطبيعة جميلة جدا سبحان الله، ليها تأثير قوي جدا على الروح. وطبعا احنا الدراسة خلاص بدأت. فطبعا بالمرة بقى الولاد بقى قبل ما تيجي بقى ضغط الدراسة كده يروحوا بقى كده يغيروا جو كده شوية كده كام ساعة، ينطلقوا كده ويطلعوا الطاقة اللي جواهم. ان برضه هما عدى عليهم وقت برضه تأثروا معايا فعلا الولاد طبعا بيبقى عليهم ضغط عصبي جامد طول ما الأم تعبانة أو في أي مشكلة. الولاد فعلا هما برضه بيعانوا معاكي أو معاك. فطبعا مش من حقهم برضو ان هم يغيروا جو. دي الدخلة بتاعة البحر. بصوا الجمال، بصوا الطبيعة سبحان الخالق. البحر جميل هادي هادي جدا. طبعا احنا في اسكندرية هنا احنا بنستمتع بالبحر في الشتاء اكتر من الصيف. الدنيا بتبقى راقد بقى خلاص. والمصيفين طبعا بيبقوا على راسنا ومشرفيننا ومنوريننا والله. احنا بنسيب لهم البلد بقى ياخدوا راحتهم بقى واحنا في الصيف بقى بنسيب لهم الدنيا وبنستمتع بقى احنا بالجو في الشتاء. طبعا ولادي بقى شربوا مشروباتهم ونزلوا بقى يعني يركبوا باجي باجي زي ما انتوا شايفين. وانا قعدت خدت قهوتي واتفرجت على المنظر. والحمد لله على كل حال. واسفه طولت عليكم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.